واليوم غادي ناخدكم في جولة من الفوق حتى القاع في الواد، مرورا بواحد البلاصة اللي كانت عامرة بالحياة في واحد الوقت، منها تبدلوا الجو شوية ومنها نيت باش تعرفوا على الطبيعة هنا شنو عطاتنا، ومن ثم غادي نبداو الرحلة ديالنا للجبل، وهكا غادي نتعرفوا على كاع التضاريس ديال هذه المنطقة. كما نرجعوا عاوتاني الإصلاحات ديالنا من بعد، ومنها نيت نديروا من كل حاجة شوية باش ما تملوش. واليوم غادي نمشيو لواحد البلاصه كانت في واحد الوقت مصدر جيد للماء الشرب وحتى السقي، ومن ثم غادي تبدا المغامره ديالنا. السبب الثاني ديال الاستقرار من بعد الامان هو الماء، عليها غتلقى كاع جدودنا كيختاروا هاد البلايص للاستقرار، ولكن هاد البلاصه اللي غادي نمشيو ليها اليوم ما بناوش فيها الديور وعاشوا فيها، ولكن خلاوها كمصدر للماء والحوايج المتعلقه بها بحال الزراعه. وإلا طرحنا السؤال ديال علاش ما بناوش فيها واستقروا تما، الماء غيكون قريب عوض ما يطلعوه في الاواني ديال الفخار اللي بوحدها ثقيله، وعاد كي لازتي فيها الماء فالسبب هو الامن. التضاريس في هذه المنطقه صعاب، وحتى من الشجر اركان هو الوحيد اللي قادر يصبر هنا، وهذه المنطقه معروفه بالشجر ديال اركان واللي كيشكل تقريبا 80% ديال الشجر في هذه المنطقه، الشجره اللي معروفه بالقدره ديالها على الصبر الجفاف والتغيرات المناخيه اللي كيدوزوا منهم طول العام، ولكن فحال كاع الشجر في هذه المنطقه بدات كطيح وتموت. 70 حتى 80% ديال الشجر في هذه البلاصات ديال اركان، هذا المنتوج الغني عن التعريف واللي كلشي كيعرفوا، الحق قليل اللي كيعرف المراحل اللي كيدوز منه قبل ما يولي صالح للاكل. اركان كيدوز من بزاف د المراحل قبل ما يولي صالح للاكل او للاستعمال، بدايه بالطريقه اللي كيتجنى بها ويتجمع، مرورا بكيفاش كتستخرج البذره وتحمص وتطحن وتعصر، عاد كيكون جاهز للاكل. اركان كيدوز من شي 10 المراحل تقريبا، واولها قبل ما يولي صالح للاكل، اي انه خصنا نجمعوه هنا في هذا الخلا. طبعا كاع المراحل صعب، ولكن المرحله اللي كيتجمع فيها هي الاصعب، لحقاش ملي كطيح البذره من شجره كتدخل بين الشوك والحجر، وانتم عارفين الخطوره ديال انك تخشي يديك بين الحجر على ود حبه وحده ولا جوج ديال الاركان. وهنا كندوي على الافاعي والعقارب، واللي ياما سمعنا للناس اللي كيتعرضوا لهذا النوع ديال القريص بسبب هاد الشجره والزيت ديال الاركان. وحتى الا جمعتي فيك خصك تهبطوا تهزو هنا فوق ظهرك وتهبطوا للطريق، وشحال صعيب تهبط تنزل من هنا بوحدك، عاد كي هزيتي الثقل. ومن هنا كتبدا مرحله اخرى، المرحله ديال هز وحط ديال الشكاير، واللي تقالوا عامرين باركان، واللي خصهم يوصلوا للطريق او لا على الاقل يوصلوا لشي بلاصه اللي كيوصلوا ليها البهايم، ومن تما كتبدا حريره عاوتاني ديال دفاع وجبد ديال البهيمه باش تقدر تطلع، ولا تقدر توصل لك داك اركان للدار، او لا يوصل لشي بلاصه فين خصو عاوتاني يتنشر ويتشمش مده معينه قبل ما يتجمع عاوتاني ويتخزن. اخيرا طريق هو باقي ديال الحمير ديال البغال ديال البهايم. ثانيا النوع ديال التضاريس اللي كاين فيهم هاد الشجر، على الاقل في هاد المنطقه وبلايص اخرين، واللي تقدروا تشوفوا باللي قليل فين كاينه شي شجره في بلاصه مقاده وسهله فين يقدر يتجمع اركان بسهوله. المعاناه ديال الاركان هي واحد الرحله عاوتاني طويله، واللي كنظن بلي غادي ندير عليها شي حلقه شي نهار باش نعاودوا، وغادي نصور لكم ونحاول ونخدم باش تعرفوا المعاناه اللي كيدوزوا منهم الناس قبل ما يوصلوا لديك البذره القرعه ويتباع في الحانوت بداك الثمن. اخيرا وصلنا للاكراد، وغادي نعمروا شي براد هو الاول كيف العاده، عاد نكملوا الطريق ديالنا. اذا كانت هذه وحده من البلايص القلال اللي فيهم الماء في هذه المنطقه، كانوا الناس كيجيو لهنا كيف ما قلت للزراعه والسقي، وحتى باش يديو الماء للشريب وحوايج اخرين. الا انه بحال كاع الحوايج اخرين وبسبب قله الشتاء مؤخرا الماء قل وما بقاش مجهد كيف كان، وحتى الا كان يعني ما بقاوش الناس اللي قادرين انهم يهبطوا لهنايا 2 و 3 المرات في النهار باش يقضيو الاغراض ديالهم. دابا كاين السوق وقليل اللي باقي كيعتمد على راسو وياكل داك الشيء اللي كيزرع بيدو. خصني شي حاجه فين تشد العافيه، وهذا يقضي الغرض الجف ولا ما عرفتش سميتو ديال النخل. بعد هادو تنشعلو العافيه نقربوهم، دابا خصنا نشعلو العافيه هو الاول.
عندنا الحجر الصوان. هاد اللعيبه هادي واخا كتفزق كتشعل العافيه. وبحال كاع البلايص كان خاصني ضروري نعمر شي براد كيف العاده، ومن هنيت باش نرتاحوا شويه، خصوصا انه الرحله ديالنا من دابا لقدام غادي تكون الاصعب، حيت دابا جات الوقت اللي غادي نبداو فيه التسلق الجهه ديال القمه. الا كنتي من العشاق ديال اتاي غادي تعرف باللي المتعه ديالو كاينه في المرحله ديال التحضير. واتاي كيحلى اكثر في الجماعه، تكونوا جوج او ثلاثه وتهضروا فيما يرضي الله، ماشي النميمه. وما حدنا باقي كنهضروا على التحضير، فكان جدي الله يرحمه كيحط كاع داكشي اللي كيحتاج عاد يجلس يعمر اتاي من الفاخر بالجمر ديالو، محطوط عليه الماء يطيب، قطع ديال الشيبه ولا النعناع، تهراس ديال السكر، وحتى الغسيل ديال الكيسان ويتزيفوا. فخصك ساعه ولا ساعه ونص عاد تذوق، وغالبا كيكب لك ربع او نص كاس، وغالبا خصك ربع ساعه ولا 10 دقائق عاد يكب لك عاوتاني مره اخرى. نقلبها بحال هكا لان ما سخونش اليد ديالها. قليل قليل فين كتلقى شي واحد باقي عنده الخاطر والصبر باش يعمر بهذه الطريقه، اولا باش يتسنى شي واحد باش يكب ليه شي كاس بهذه الطريقه. حنا كنهضروا على ساعه ولا اكثر غير باش تعمر اتاي وتشربوا. حتى دابا عاد فكرت بلي نسيت الكاس، فهذا غادي يقضي الغرض. هذا الغلط بوحدو كان كافي باش يصيفطني جدي للتجنيد، وكان باقي عايش ونسيت له شي كاس، لحقاش اتاي بالنسبه له كان شي حاجه مقدسه، والا ما شربوش في الوقت اللي مولف كيشربوا فيه فغيبعد منه، لحقاش كيكون بحال شي قنبله موقوته كيتسنى فوقاش الفجر. غادي نمشيو بحالنا، غادي نتاكدوا بلي طفينا العافيه. الطريق ساهل واللي باين هو الطريق اللي جينا منه، واخا داير دويره طويله وبعيد، الا انه تقدر تقول عليه طريق مضمون ومعروف. دابا غادي نمشيو بحالنا، والوجهه هي اعلى قمه في هاد البلاصه، وطبعا ما غاديش نرجعوا من الطريق اللي جينا منه لهنا، وغادي نبداو. فعلاش غادي نختاروا طريق من هنا اللي اصلا ماشي طريق، اللي هو مسار ماشي معروف وماشي حتى ديال البشر، عمرو شي واحد غادي يختاروا الا ما كانش عنده فيه الشغل. علاش؟ الا تلفتي تبع الواد غير هو حضرنا الراس من البدايه، الله يحفظه صافي. هو صعيب نجاوب على هذا السؤال، خصوصا كواحد عنده عزيز يكتشف ويستكشف، واللي عارفه هو ان هذا واد، والواد غالبا كيكونوا فيه مسارات مفتوحين بسبب الماء، وهذا الشيء كيعني بلي ما غاديش نحصل، او لا على الاقل هذا الشيء اللي كنظن. سهل تبع الواد وانت هابط، ولكن صعيب تبعو وانت طالع. انا غادي دابا عكس التيار. الطريق اللي تقدر تشوف فيه بعيد بعشرة المرات حسن من الطريق اللي ما غاديش تقدر تشوف فيه بعيد على رجليك. واللي كيوقع في هذه الحالات هو ملي كتكون عندك المسافه قدامك مفتوحه، تقدر تختار المسار اللي غادي تمشي فيه وانت بعيد، يعني كتكون عندك فكره على الطريق وانت بعيد عليه. ولكن ملي كتمشي عكس الواد وانت طالع فكتشوف غير حدا رجليك، وهذا الشيء غادي يدير لك مشكل من بعد، حيتاش ما غاديش تعرف بلي الطريق مسدود حتى توصل للجهه اللي مسدوده. وهذا الشيء كيعني بلي خصك ترجع عاوتاني وتشوف شي جهه اخرى، وهذا الشيء كيدي الوقت وجهد. خصني نطلع لاعلى نقطه هنا باش نعرف راسي فين غادي. خصني نطلع لاعلى نقطه هنا باش نعرف راسي فين غادي. غادي يكون هذا حل من الحلول باش نتفاداو الطريق المسدود، لحقاش هذه الفكره ديال اعلى نقطه كتختصر عليك بزاف الوقت والجهد، بها تقدر تعرف الطريق واش مسرح او لا مسدود، ولا على الاقل هذا الشيء اللي كنظن. الممتع في التسلق عامه هو هذه الخطوات الثقال والعقبات، وتحاول انه تحل كل عقبه وتدوز اللي موراها. هنا فين كاين الستريس مخلط بالادرينالين والخوف والحذر والفرحه في الاخر، الا قدرتي تكملها، او الشرف المحاوله الا ما قدرتيش ورجعتي بامان الارض.
الا انه اللي مجرب غيعرف باللي الصبر والخاطر والتأني والشعور والحذر ما تكونش الزربه والغضب والاستعجال، هادشي كامل وكثر كيعلموا التسلق. والاهم ان المتعه كاينه في الطريق اللي كتوصل للقمه، فالواحد هو اللي يستمتع بالطريق في كاع الامور ديال الحياه. كيف ما قلت بلي اعلى نقطه في المنطقه تقدر توريك الطريق السهل وتجنبك البلايص المسدودين، الا ان هذه العمليه تقدر تنجح فقط الا بصح تقدر توصل اعلى نقطه في المنطقه وماشي لاعلى نقطه قريبه لك بحال الحاله ديالي اليوم. ولكن يعني مزيان تحيد الشك. شربوا شويه د الماء عاد نكملها ثاني. كيف ما قلت بلي المصدر الوحيد ديال الماء في المنطقه خليناه لتحت، والطريق باقي ما عرفتش شحال د وقت غادي ياخذ وحتى لين غيوصل، واخا الحذر الا انه يقدر يوصل لشي بلاصه مسدوده او لا دايره. عليها الماء ضروري تضرب حسابه وحاول تقسمه على الطريق ما امكن. عييت كنشوف في الاخر قررت نرجع للواد. الواد كيبقى الملاذ الوحيد اللي كتكون بين جوج الاختيارات، الشوك والحجر وطلوع الهبوط في جهه اخرى، اولا الواد بين الحجر وحتى هو ما غتفلتش فيه من الشجر والشوك. والواد كيبقى داك الطريق اللي غالبا كيوصل للحضاره اولا في شي بلاصه كاينين الناس. وهكا كنكونوا رجعنا عاوتاني للمغامرات ديالنا، وطبعا باقي غادي نكملوا الاصلاحات ديال الدار، وباش ما تملوش غادي نجربوا كاع الحوايج اللي نقدروا واللي عندنا القدره باش نجربوهم. وكانت هذه هي النهايه ديال الحلقه ديالنا اليوم. كان معكم عبد الله ازاكون، كون يحفظ ربي.